نركز مع بعض. في الدرس ده بيتكلم عن حاجه اسمها حل معادله من الدرجه الثانيه في متغير واحد. حل معادله من الدرجه الثانيه في متغير ايه؟ واحد. يعني ايه الاول معادله؟ طبعا قلنا المعادله ان هي بتتكون من رموز وارقام وعلامه ايه؟ يساوي. رموز وارقام وعلامه ايه؟ يساوي. طيب من الدرجه الثانيه ان القص بتاعها اكبر قص، القص كام؟ قص 2. في متغير واحد يعني الرموز المستخدمه رمز واحد مش رمزين. يعني مثلا هنا معادله فيها علامه يساوي وفيها رموز وفيها القص 2 درجه ثانيه والرمز المستخدم س والرمز المستخدم ايه؟ س. طيب في قاعده بتقول ان اي حاجتين مضروبين في بعض بيساوي صفر، يا اما ا بصفر يا اما ب بايه؟ بصفر. في خطوات لحل المعادله. ايه الخطوات بتاعت حل المعادله دي؟ اول حاجه بنخلي كل الحدود في طرف لوحدها. كل الحدود في ايه؟ في طرف لوحدها. تاني حاجه بنحلل المقدار تحليلا كاملا، يعني ما ينفعش يبقى في حاجه ما فيهاش تحليل، لازم تتحلل للنهايه. بعد كده بنساوي العوامل الناتجه بالصفر، بعد كده نوجد قيمه المجهول. طيب تعال نمسك كده مثال واحده واحده ونشوف بيتعمل ازاي. اول مثال معانا بيقول لك ايه؟ بيقول لك س أس 2 ناقص 5 س زائد 6 بيساوي صفر. مثال زي ده عايزين قال لي اوجد مجموعه حل المعادله. لازم اتاكد الاول هي المعادله دي كلهم في طرف واحد؟ كلهم فعلا في طرف ايه؟ واحد. بيساوي ايه؟ صفر. اسال نفسي بقى مترتبه؟ طيب في عامل مشترك؟ يعني هل في حاجه عامل مشترك بين الثلاث حدود؟ لا. في رقم هنا مثلا هو عامل نفسه عامل مشترك؟ لا. طب هنعمل ايه؟ هنبدا نحلل المعادله. هنفتح قوسين زي بعض. س أس 2 نفرقها س وس. عايزين عددين حاصل ضربهم 6 ومجموعهم 5. ايه هما؟ 2 و3. مين الكبير؟ 3. تاخد اشاره اللي في النص سالبه. سالب في موجب بسالب. قال لك لما تلاقي حاجتين مضروبين في بعض بيساوي صفر، ده معناه ايه؟ معناه ان في احتمالين قدامي، يا اما ده بيساوي صفر يا اما ده بيساوي صفر. يبقى هنقسم الصفحه نصين، يا اما س ناقص 2 بتساوي صفر يا اما س ناقص 3 بتساوي صفر. من هنا السالب 2 دي هتشطبها من هنا واكتبها الناحيه الثانيه بعكس الاشاره تبقى زائد 2. اتفضل س. صفر زائد 2 2. طب هنا سالب 3 بنشطبها من هنا واكتبها الناحيه الثانيه موجب 3. اتفضل س. بس معلش هات كرسي ولا حاجه. ركز معايا. يبقى صفر زائد 3 كام؟ 3. يبقى كده بتساوي كام؟ 3. مجموعة الحل بتاعتي 2 وايه؟ و3. في أي مشكلة؟ طيب مستر عايزين برضو مثال يفهمنا أكتر. تعالى معايا. حاضر. جاب لي مثال بعد كده بيقول لي س أس 2 ناقص 2 س ناقص 15 بيساوي صفر. تمام. هي كده المسألة دي كلهم في طرف واحد؟ يعني المسألة دي صفرية؟ هنبدأ نحلل. في عامل مشترك؟ طيب طب مترتبة ولا مش مترتبة؟ مترتبة. يبقى هنفتح قوسين زي بعض. س أس 2 س وس. عايز عددين حاصل ضربهم 15 والفرق بينهم 2. 3 و5 يبقى هنا 3 وهنا كام؟ 5. مين الكبير؟ تاخد اشاره اللي هي سالبه. طب التاني تاخد ايه؟ سالب في سالب بموجب.
هنقسم الصفحة نصين، يبقى أنا كده عندي احتمالين. الاحتمال الأول س زائد 3 بتساوي 0، والاحتمال الثاني س ناقص 5 بتساوي 0. زائد 3 أوديها الناحية التانية بعكس الإشارة، تبقى س بتساوي سالب 3 سالب 5. الناحية التانية بعكس الإشارة، يبقى س بتساوي كام؟ 5. مجموعة الحل سالب 3 وكام؟ و5. سالب 3 وكام؟ و5. في أي مشكلة؟ طب مثال لك عشان تتأكد من نفسك تشوف حالة صح ولا غلط. اوجد مجموعة حل المعادلة س أس 2 أول حاجة بتأكد هل كلهم في طرف واحد؟ كلهم في طرف إيه؟ واحد. طيب هل مترتبين؟ مترتبين. طيب نعمل إيه؟ هنفتح قوسين زي بعض بيساوي إيه؟ 0. س أس 2 س وس، عايزين عددين حاصل ضربهم 20 والفرق بينهم 8. أنا معرفش، أنا عن نفسي معرفش، أنت أشطر مني. 20 على الواحد فيها كام؟ هل الواحد والعشرين الفرق بينهم 8؟ لا. طب 20 على الاثنين فيها العشرة، الاثنين والعشرة الفرق بينهم 8؟ يبقى 2 وايه؟ و10. مين الكبيرة؟ العشرة، تاخد إشارة اللي في النص تبقى سالب. طب سالب في سالب بموجب، في أي مشكلة؟ تعالى بقى معايا، هنقسم الصفحة نصين، يبقى س زائد 2 بتساوي 0 وس ناقص 10 بتساوي 0. موجب 2 تروح تبقى سالب 2، يبقى س بتساوي سالب 2. سالب 10 تروح تبقى س بتساوي كام؟ 10. مجموعة الحل الجميلة سالب 2 وكام؟ و10. حد مش فاهم؟ حد عنده أي مشكلة؟ تمام. سؤال تاني شايف نفسه حبتين. ايه السؤال اللي شايف نفسه حبتين ده؟ جه قال لي س أس 3 بتساوي 4 س. احنا اتفقنا في الأول ايه؟ إن لازم كلهم يبقوا لازم كلهم يبقوا في طرف واحد، فال4 س هودينا الناحية التانية، يبقى س أس 3 سالب 4 س بتساوي 0. مستر هنا دول حدين تمام، بس هنا س عامل مشترك. س عامل ايه؟ مشترك. يبقى هناخد س عامل ايه؟ مشترك. لما اخد السين عامل مشترك، دول 3 سنين خدت منهم س، اتفضل ناقص 4. احنا خدنا السين دي، بس لاحظت ان ده فرق بين مربعين، يعني ممكن احللها بالفرق بين مربعين. السين الجميله دي تنزل، الفرق هنا ينزل قوسين زي بعض، س أس 2 س وس. الأربعة 2 و2، واحدة موجب وواحدة سالب. كده عندي كام احتمال؟ 3 احتمالات، يا إما دي مضروبة أو دي أو دي، يا إما دي بصفر يبقى س بتساوي إيه؟ 0، أو س زائد 2 بتساوي 0، أو س ناقص 2 بتساوي 0. زائد 2 هنوديها الناحية التانية بعكس الإشارة، يبقى س بتساوي سالب 2. سالب 2 نوديها الناحية التانية، س بتساوي، يبقى كده مجموعة الحل بتاعتي كام؟ 0 سالب 2 و2. حد عنده مشكلة؟ مستر برضو عايزين حاجة ممكن تكون صعبة شوية. تعالى المثال رقم 5 بيقول لك إيه؟ بيقول لك 4 س أس 3 بتساوي 9 س. هنا قلنا لازم كلهم يبقوا في طرف ايه؟ واحد. يبقى هندخل دي جوه بعكس الإشارة، هتبقى 4 س أس 3 ناقص 9 س بتساوي 0. ايه ده؟ في عامل مشترك واحد يقول للأربعة. طب هنجرب، هي 9 ينفع أقسمها على الأربعة؟ طيب أقلل عن الأربعة. 3 4 ما تنفعش على التلاتة، أقلل شوية. 2 4 تنفع على الاتنين، بس 9 ما تنفعش على الاتنين.
طالما وصلت للاتنين وفي حد مرضاش يبقى ما تنفعش. يبقى ايه؟ ما تنفعش. هنا في س، هناخد السين عامل مشترك. من س أس 3 خدت س يتفضل كام؟ 4 س أس 2 ناقص س خدناها اتفضل 9 بتساوي ايه؟ 0. ده هيتحلل لانه فرق بين مربعين، يعني حاجات ليها جذر. س تنزل 4 2 و2 س أس 2 س وس 9 3 و3 واحدة موجب واحدة سالب بيساوي ايه؟ 0. اقسم الصفحة. لا مش نصين، ده انا عندي 3 احتمالات. الاحتمال الاول س تساوي 0، الاحتمال الثاني 2 س زائد 3 تساوي 0، الاحتمال الثالث 2 س ناقص 3 تساوي 0. ايه ده؟ ودي الثلاثة هتبقى 2 س بتساوي سالب 3. طب انت عايز س هنا على الاثنين وهنا على الاثنين، يبقى س بتساوي سالب 3 على الاثنين. هنودي دي برضو الناحية التانية، يبقى س بتساوي كام؟ 2 س بتساوي 3 هنا على الاثنين وهنا على الاثنين. اتفضل س بتساوي 3 على الاثنين. مجموعة الحل هتبقى كام بقى؟ 0 3 على الاثنين 3 على الاثنين. يبقى مجموعة الحل 0 وسالب 3 على الاثنين و3 على الاثنين. في أي مشكلة؟ طيب مثال ليكو، لو قال لي س أس 3 زائد اوجد مجموعة الحل. اتفضل. هنا بصيت لقيتهم كلهم في طرف ايه؟ واحد. كلهم في طرف ايه؟ واحد. بس في س وفي س وفي ايه؟ س، فهناخد السين عامل مشترك. طيب خدنا السين عامل مشترك اللي هي اصغر س طبعا. س أس 3 لما اخد منها س يتفضل س أس 2 زائد س أس 2 يتفضل 7 س زائد 10. ده كده قابل للتحليل، يبقى تنزل السين ونفتح قوسين زي بعض. س أس 2 س وس، عايزين عددين حاصل ضربهم 10 ومجموعهم 7، ايه هما؟ 2 وكام؟ و5. مين الكبير؟ الخمسة، تاخد إشارة اللي في النص، موجب في موجب بموجب. نقسم لأن أنا عندي كام احتمال؟ 3 احتمالات. س بتساوي 0 أو س زائد 2 بتساوي 0 أو س زائد 5 بتساوي 0. ودي الزائد 2 الناحية التانية يبقى س بتساوي سالب 2 س بتساوي سالب 5. يبقى كده مجموعة الحل 0 وسالب 2 وسالب 5. حد عنده مشكلة؟ طيب ناخده مثال، أمثلة تانية برضو فيها حوارات شديدة. المثال ده ممكن أحله بأكتر من طريقة. س زائد 3 الكل أس 2 بيساوي 16. أنا هحله لكم بطريقتين، تمام؟ والطريقة اللي تريحك تحل بيها، تمام؟ طيب الطريقة اللي مبني عليها الدرس اللي هي التحليل، دي أول طريقة. إن إحنا بنعمل إيه؟ لازم نخليهم كلهم في طرف إيه؟ واحد. هتبقى س زائد 3 الكل أس 2 ناقص 16 بتساوي 0. في أي صعوبة؟ فرق بين مربع ومربع، يعني عدد ليه جذر وعدد ليه جذر. ما هو القوس كله مربع كامل. في أي مشكلة؟ هنفتح قوسين زي بعض. هنا ده كله كده كأنه مثلا س أس 2 على بعضه. يبقى هنقول إيه؟ س زائد 3 وس زائد 3. طب وال 16 4 و4، واحدة موجب وواحدة سالب. وانت جوه ممكن تجمع الثلاثة مع ال4 تديك كام؟ 7. يبقى س زائد 7
وهنا زائد 3 ناقص 4 يديني كام؟ سالب 1. يبقى س ناقص 1 بتساوي ايه؟ صفر. كده انا عندي كام احتمال؟ احتمالين. عندي كام احتمال؟ ادهم حمدي قاعد بتبص حواليك ليه؟ كل شويه يبص لي. تمام؟ ماشي، عشان بس والدتك تشوف القصه ان انا بقول لك في الحصه. انا بص من دماغي بشوف. هنا يبقى س زائد 7 بتساوي صفر، وهنا س ناقص 1 بتساوي صفر. زائد 7 تروح الناحيه الثانيه بعكس الاشاره، يبقى س بتساوي سالب 7، والسالب 1 يروح الناحيه الثانيه، س بتساوي 1. يبقى كده مجموعه الحل اللطيفه سالب 7 و1. في مشكله؟ في صعوبه؟ طب في طريقه ثانيه؟ هنحتفظ بدي هي برضو معانا عشان نرجع نشوفها تاني. هنا بيقول لك س زائد 3 كل أس 2 بيساوي 16. قال لك انت عندك تربيع هنا، انا عايز اضيع التربيع. ايه اللي بيضيع التربيع؟ الجذر التربيعي. يبقى هاخد هنا جذر وهاخد هنا جذر. جذر يضيع التربيع. يتفضل س زائد 3 بتساوي جذر ال 16 موجب او سالب 4. لو ما عملتش موجب او سالب كده الطريقه دي اتهدت معاك. في مشكله؟ يبقى انا كده عندي ايه؟ مسألتين. المسألة هنا س زائد 3 بتساوي موجب 4، وس زائد 3 بتساوي سالب 4. المسائل دي باينة عندك من هنا؟ تمام. زائد 3 نشطبها ونكتبها الناحية التانية سالب 3. اتفضل س بتساوي 4 ناقص 3 1. زائد 3 نشطبها تبقى الناحية التانية زائد ناقص 3. اتفضل س بتساوي كام؟ سالب 4 ناقص 3 سالب 7. مجموعة الحل 1 وسالب 7. طب المسألة اللي فاتت كانت ايه؟ بص كده لما حليناها كانت برضو 1 وسالب ايه؟ 7. يبقى دي نفس القصة. المشكلة؟ في صعوبة؟ مسلك. هنا أول حاجة عندي المسألة زي ما هي كده، بقول لك س ناقص 5 بكل أس 2 بتساوي 49. قلنا عايزين نضيع التربيع، يبقى هناخد هنا إيه؟ جذر التربيعي، وهنا جذر تربيعي. جذر يضيع التربيعي. يتفضل س ناقص 5 بتساوي جذر 49 موجب أو سالب 7. يبقى احنا هنشتغل على حاجتين، يا إما القيمة دي اللي هي س ناقص 5 بتساوي 7، يا إما س ناقص 5 بتساوي سالب 7. طب سالب 5 مش عايزينها، نشطبها نكتبها الناحية التانية زائد 5، يعني تبقى س بتساوي 7 و5 12. طب هنا سالب 5 اشطبها اكتبها زائد 5. اتفضل لك س سالب 7 زائد 5 يديني سالب 2. يبقى كده مجموعة الحل بتاعتي كام؟ نعيد تاني. طيب في مسائل بتبقى اشد شويه. بتقول ايه؟ لو جه قال لي س ناقص 3 مضروبه في س زائد 1 بتساوي 5، هل دي صفريه؟ يعني هو حد يفكر يعمل دي يقول لك نقسم الصفحه نصين س ناقص 3 بتساوي 5؟ لا، الكلام ده في الصفر بس. الكلام ده في الصفر ايه؟ قال لك لا، طالما كده يبقى لازم تفك دول الاول، لازم تفك دول الاول. طب تعالى نفكهم، ركز معايا. اولا هنا لما انت تكون ماسكهم، مش هنا هتمسك السين تضرب السين هنا مره، س في س س اس 2. طب س في 1 موجب في موجب بموجب، س في 1 بس. في مشكله؟ بعد كده خلصنا السين، تخش السالب 3. سالب 3 في س بسالب 3 س. طب سالب 3 في 1 بسالب 3. اسيب الخمسه تستهوى بره؟
اخليها تخش معاهم بقى، تبقى ناقص 5 بتساوي 0. اجمع مين؟ س أس 2 في زيها؟ لا، يبقى س أس 2. هنا س و3 س زي بعض، نفس الرمز ونفس ايه الاس. بنعمل ايه؟ قال لك لو انت معاك واحد بقره نقص منهم 3 بقرات، يعني 1 ناقص 3 يديك كام؟ سالب 2 س. في اعداد ورا بقى، سالب 3 ناقص 5 يديك كام؟ سالب 8 بتساوي 0. واحده واحده مترتبه. في عامل مشترك؟ لا، عايزين عددين حاصل ضربهم 8 والفرق بينهم 2. 2 في 4 يبقى هنفتح قوسين ايه زي بعض. س أس 2 س وس. عددين حاصل ضربهم 8 والفرق بينهم 2. 2 و4 ادي الاثنين وادي مين؟ الاربعه. مين الكبيره؟ 4. تاخد اشاره اللي في النص. سالب في سالب بموجب، نقسم الصفحه نصين. هنا س زائد 2 بتساوي 0 وس ناقص 4 بتساوي 0. ودي الاثنين الناحيه الثانيه بعكس الاشاره، يبقى س بتساوي سالب 2. ودي السالب 4 الناحيه الثانيه بعكس الاشاره، س بتساوي 4. مجموعه الحل سالب 2 و4. حد عنده مشكله؟ مثال ليكم. يبقى احنا اول حاجه عملنا ايه؟ لما لقينا رقم هنا مش 0 فكينا دي، بعد ما فكيناها دخلنا الخمسه، جمعنا، حللنا. في اي مشكله؟ مثال ليكم. اتفضل حلو. هنا لقينا ان هنا 4 مش 0، يعني رقم مش 0، يبقى احنا هنا مضطرين ان احنا نفك دي الاول. س في س أس 2، س في سالب 2 سالب 2 س. طب 1 في 1 بموجب س، يعني 1 في س قصدي بس. طب موجب 1 في سالب 2 بسالب 2، تخش الاربعه جوه بعكس الاشاره، سالب 4 بيساوي ايه؟ 0. س أس 2 في زيها؟ لا، س أس 2 تنزل س أس 2 زي ما هي. سالب 2 س زائد 1، سالب 2 زائد 1 يديني سالب 1 س. ممكن نكتب سالب س على طول. طب سالب 2 ناقص 4 يديني سالب 6 بيساوي 0. عددين حاصل ضربهم 6 والفرق بينهم 1. ايه هما؟ 2 في 3. ايوه 2 و3. هنفتح قوسين زي بعض بيساوي 0. س أس 2 س وس. عددين حاصل ضرب 6 الفرق بينهم 1. مش عارف، اقعد بقى اجرب. 6 على 1 فيها الستة. 1 ناقص 6 ب5. لا، 6 ناقص 1 ب5. طب 6 على 2 فيها 3. 3 ناقص 2 1. يبقى هي دي 2 وايه؟ و3. مين الكبير؟ اشاره سالب في سالب بموجب، نقسم الصفحه نصين. هنا س زائد 2 بيساوي 0، وهنا س ناقص 3 بيساوي 0. ودي موجب 2 الناحيه الثانيه بعكس الاشاره، يبقى س بيساوي سالب 2. ودي الناحيه الثانيه س بيساوي 3. مجموعه الحل سالب 2 وايه؟ و3. نعيد تاني. في اي مشكله؟ طيب في بقى مسائل لفظيه على الحاجات دي. ركز معايا في المسائل اللفظيه عشان دي مهمه جدا جدا جدا. بيجي في المساله يقول لك يا اما عدد يا اما يقول لك ايه؟ عددين، او يقول لك مساحه المستطيل الكلام ده. ولو قال لك مساحه المستطيل يبقى قصده عددين برضو. ليه؟ لان مساحه المستطيل الطول في العرض، يبقى قصده على حاجتين اللي هم طول وايه؟ وعرض. لو جه قال لك عدد تفرضه س، قال لك عدد
تفرده س، مربعه س أس 2، مكعبه س أس 3، ضعفه 2 س، نصه س على الاتنين، ثلاث امثاله 3 س، طب اربع امثاله 4 س. معكوسه الجمعي هو مين؟ معكوسه الجمعي بتاع مين؟ بتاع س اللي هو اتكلم عليه، مش احنا فرضنا العدد س؟ معكوسه الجمعي سالب س، معكوسه الضربي 1 على س، ضعف مربعه، مربعه اللي هو س أس 2 ضعفه بقى 2 س أس 2. لو قال لي عددان احدهما يزيد عن الاخر، لو قال لي عددان يبقى لازم اخلي بالي دول لهم طريقه بقى. يبقى لو قلنا عدد نفرضه س، عدد بنفرضه س. طب قال عددان، اخلي بالي بقى. لو قال لي عددان احدهما يزيد او يقل، احدهما يزيد او يقل او الفرق يزيد او يقل او الفرق، يعني لو قال لي كده عددان قال لي يزيد او يقل او الفرق بمقدار مثلا 3، هتقول له الاول س فالتاني ازيد منه ب3، او ده اقل من التاني ب3، او لو طرحتهم من بعض يديك 3، يبقى الاول س يبقى الثاني س زائد 3. وعلى فكره لو انت كتبت الاول س والتاني س ناقص 3 صح برضه. يبقى انت لو قلت الاول س والتاني س في ايه؟ طيب س والتاني س زائد 3 او س والتاني س ناقص 3 صح برضه. صح ايه برضه؟ في مشكله؟ طيب لو قال لك عمر شخص الان س، منذ ده ماضي يعني بننقص من العمر، منذ س، منذ 5 سنوات مثلا، يبقى له ايه؟ س ناقص 5. طب لو قال بعد 5 سنوات س زائد 5، يبقى لو عمره الان س منذ 5 سنوات س ناقص 5، بعد 5 سنوات س زائد 5. طيب لو قال لي 3 اعداد صحيحه متتاليه، واحده واحده، يعني ايه 3 اعداد صحيحه متتاليه؟ هندي مثال مثلا 1 و2 و3، في مشكله؟ دول 3 اعداد صحيحه متتاليه ماشي؟ لو الواحد ده انا قلت عليه انه س، يبقى الاثنين معناها ايه؟ ها؟ لا انا بقول س واحد، يبقى دي هتبقى ايه؟ س زائد 1. طب الثلاثه؟ س زائد كام؟ 2. ليه س زائد 2؟ لان الس انت قلت بواحد، 1 و2 كام؟ 3. يبقى لو قال لي 3 اعداد متتاليه، الاول س، الثاني س زائد 1، الثالث س زائد 2، لازم اكتب الحركه دي؟ لا. يبقى لما يقول لك 3 اعداد متتاليه انت مش عارفهم ايه هم، بقى تقول له ايه؟ س زائد 1 س زائد 2. انا حبيت استشهد بديت بس. في مشكله؟ طيب لو قال لي 3 اعداد زوجيه متتاليه، مش الاثنين زوجيه؟ اللي ورا الاثنين زوجي مين؟ 4، اللي وراها مين؟ 6. لو انت قلت ان دي س، يبقى دي س زائد كام؟ 2. طب دي س زائد كام؟ س زائد 4. يبقى لما يجي يقول لك 3 اعداد زوجيه، 3 اعداد زوجيه متتاليه، يبقى س زائد 2 س زائد 4. في اي مشكله؟ طب افرض قال لك 3 اعداد فرديه. ايه الاعداد الفرديه؟ 1 3 5. لو ده فرضناه ايه؟ س، يبقى ده هيبقى ايه؟ س زائد 2، وده هيبقى ايه؟ س زائد، لا مش الواحد بقى 5، يبقى زودنا كام؟ 4. يبقى من الاخر 3 اعداد صحيحه متتاليه تقول له ايه؟ س زائد 1 س زائد 2. طب 3 اعداد زوجيه او فرديه تقول له ايه؟ س زائد 2 س زائد 4. طيب المستطيل مهم جدا. المستطيل الطول زائد العرض بيساوي نص المحيط. في المستطيل الطول زائد العرض بيساوي نص المحيط. مجموع زوايا المثلث كام؟ 180. خلي دول قدامك كده عشان تبقى شايفهم احنا بنعمل ايه. حفظ دول صح؟ المفروض اهم. تمام؟ هات المذكره. مشكلتنا في الدرس ده ان احنا نكون المعادله. طب انا كونت المعادله،
اصبح الحل بنفس الطرق اللي احنا كنا بايه بناخدها. اقف كده. مثال زي ده بيقول لي ايه؟ لازم تقرا المساله كويس وتشوف هو طالب ايه. هو الراجل بيقول لك عدد حقيقي، بيقول لك ايه؟ عدد حقيقي. عدد. العدد احنا قال لك لو عدد تقول له ايه؟ س. يبقى العدد نفرضه س. قال لك اذا اضيف اليه مربعه، يا ترى مربعه يبقى ايه؟ مش س أس 2؟ طب ارجع للكلام، العدد اللي هو س أضيف إليه مربعه، يعني الجمع معاه، يعني الجمع إيه؟ معاه، يعني س أس 2 زائد إيه؟ س. قال لي كان الناتج كام؟ 12. كان الناتج كام؟ 12. الناتج يعني دول بيساووا كام كده؟ 12. هندخل ال 12 جوه بعكس الإشارة، هتبقى س أس 2 زائد س ناقص 12 بيساوي 0. هنبدأ نحللها تحليل عادي جدا. عايزين عددين حاصل ضربهم 12 والفرق بينهم كام؟ 1. يبقى هنفتح قوسين زي بعض بيساوي 0. س أس 2 تبقى كام؟ س في س. طيب عددين حاصل ضربهم 12 والفرق بينهم 1. 3 و4. مين الكبيرة؟ تاخد إشارة اللي في النص، والتانية موجب في سالب بسالب. هنقسم الصفحة نصين. نعمله حاجة سريعة. س ناقص 3 اكتب س بتساوي 3. طب ليه س بتساوي 3 يا مستر؟ مش كنا هنكتب س ناقص 3 بتساوي 0 وادي ناقص 3. هنا س بتساوي سالب 4. خد بالك، خد بالك من حاجة مهمة جدا جدا جدا. لو هو مديك شرط قال لك ان العدد ده موجب، يبقى كنت هتقول على السالب دي مرفوضه، كنت هتاخد الموجب بس. انما هنا انت عندك احتمالين، العدد هو 3 او سالب 4 او سالب ايه؟ 4. في مشكله؟ يا مستر برضه عايزين مثال تاني، ركز معايا. بيقول المثال اللي بعد كده، بيقول لي عددان. يبقى احنا خدنا مثال على عدد، ناخده مثال بقى على عددان. قال لي عددان صحيحان يزيد احدهما عن الاخر بمقدار 3 وحاصل ضربهم 18، فما العددان؟ ركز معايا. هنا بيقول لي عددين، هنا بيقول لي ايه؟ عددين، بس قال لي واحد فيهم ازيد من التاني ب3، يبقى احدهم س، التاني ازيد منه ب3، يبقى الاخر بكام يا عبد الله؟ لا مش 3 س، بيقول لك ازيد منه، يبقى س زائد 3. عايز تقول س ناقص 3 عادي مش مشكله. حاصل ضربهم. ما انت لو قلت بناقص يبقى ده اللي ازيد من ده، طب قلت هنا زائد يبقى ده اللي ازيد من ده. هو قال لك احدهما يزيد عن الاخر، ما حددلكش بقى مين فيهم. تمام؟ بعد كده قال لي ايه؟ حاصل ضربهم 18. حاصل ضرب العددين يعني ده في ده يديني كام؟ 18. يعني هضرب السين هضربها في ده، بس ده كده مكون من حدين، ينفع اسيبهم كده؟ هيجي لهم برد، فقلت اعملهم بين ايه؟ قوسين. بيساوي كام قلنا؟ 18. ده هنا كام؟ س زائد 3. في صعوبة؟ هضرب بقى س في س. طب س في 3 طبعا موجب في موجب بموجب ب3 ايه؟ س. 18 بره صح؟ تخش جوه بعكس الاشاره، ناقص 18 بتساوي 0. في اي صعوبه؟ هنا ايه رايك؟
مترتبه ومية مية، هنفتح قوسين ايه زي بعض. ها س أس 2 س وس، حاصل ضربهم 18 والفرق 3. 3 في ايه؟ في 6. مين الكبير؟ تاخد اشاره اللي في النص موجب. موجب في سالب، يبقى هنا س بتساوي 3، س بتساوي سالب 6. ما خلاص هو قال لك واحد فيهم ازيد من التاني ب3 صح؟ يبقى الاول التاني مش قلنا كان اسمه ايه؟ س زائد 3، يبقى س زائد 3 بكام؟ مش الس ب3؟ 3 و3 6. طب الس زائد 3 بكام هنا؟ الس هنا طلعت بكام؟ سالب 6 صح؟ سالب 6 زائد 3 يديك كام؟ سالب 3. سالب ايه؟ 3. الله، ده كده العددين ليهم ايه؟ شكلين. ايه الشكل الاولاني؟ الشكل الاولاني كده يبقى عندي شكلين، يبقى العددان هم 3 و6 او سالب 6 وايه و3، او سالب 6 وايه و3. ما هو ما قاليش عددان موجبان ولا حدد لي اي حاجه. في اي صعوبه؟ في اي صعوبه؟ مثال ليكوا. نعم هعيدها. حاضر. بيقول لي عدد حقيقي موجب. الراجل حدد لي وقال لي ان هو ايه؟ موجب. قال لي عدد، يبقى اقول له نفرض العدد س ضعفه 2 س أضيف إليه مربعه اللي هو إيه؟ س أس 2. القصة بقى بين مين ومين؟ قال لك ضعفه أضيف لمربعه، ضعفه أضيف يبقى مربعه اكتبه الأول س أس 2 أضيف إليه ضعفه، كان الناتج كام؟ 15. ينفع أسيبها كده؟ قال لك لا، المعادلة لازم تبقى صفرية، دخل 15 الناحية التانية بعكس الإشارة. يبقى س أس 2 زائد 2 س ناقص 15 بيساوي صفر. هنفتح قوسين زي بعض. س أس 2 س وس، عددين حاصل ضربهم 15 والفرق بينهم 2. 5 و3. 3 وايه و5، دي اللي احنا كنا قايلينها لك. مين الكبيرة؟ 5. يبقى تاخد اشاره الموجب. إشارة اللي في النص موجب. طب موجب في سالب بسالب، نقسم الصفحة. هنا س بتساوي 3 وهنا س بتساوي سالب 5، بس دي ايه؟ مرفوضة. ليه؟ لأن هو قال لي عدد موجب. يبقى العدد هو 3. في مشكلة؟ طيب. السؤال اللي رقم 4 ده مهم جدا. حد يمليني اوجد الذي ايه؟ ضعفه يزيد عن 6 أمثال معكوسه الضربي بمقدار 1 صحيح. معايا؟ طيب واحدة واحدة هنا. خلاص؟ قال لي اوجد العدد. اوجد ايه؟ يبقى اقول له نفرض العدد. يبقى هنفرض العدد ايه؟ س. ضعفه يزيد عن 6 أمثال معكوس. خلي بالك هنا احنا بنتكلم عن عدد مش عددين.
يعني ما ينفعش اقول واحد س والتاني س زائد 6 والكلام ده، لا ده انا بتكلم عن حاجه واحده، عن عدد. قال لي ضعفه يزيد، ضعفه يزيد، يزيد عن ايه؟ عن 6 أمثال معكوسه الضربي. واحده واحده. كلمه ضعفه يعني 2 س، يزيد يعني ناقص، 6 أمثال يعني 6 في معكوس الضربي اللي هو 1 على س بمقدار 1 يعني يساوي 1. تاني، ضعفه مش العدد س، ضعفه 2 س، يزيد يعني ناقص. واحد يقول لي يزيد يعني ناقص ازاي؟ اسالك سؤال، الخمسه بتزيد عن الثلاثه بمقدار كام؟ انتوا عملتوش تجيبوا الاثنين، انتوا طرحتوا فانا طرحت زيكم، ماشي؟ فهنا طرحت، تمام؟ يبقى 6 في 6 امثال معكوس الضرب اللي هو 1 على س. تعال نظبط المساله. نظبط المساله ازاي؟ في س تحت خانقاني، صح؟ مش متعود على شكلها انا، يبقى اضرب المعادله كلها في س. يبقى اقول له بضرب المعادله في س. هضرب المعادله كلها في ايه؟ في س. يبقى هضرب هنا في س، وهنا في س، وهنا في س. س في 2 س ب 2 س أس 2. س فوق تروح مع س تحت. 6 في 1 ب6 يبقى ناقص 6 بتساوي 1 في س بس. لحد هنا في حد مش فاهم؟ هنا المعادله مش صفريه، يبقى انا هدخل السين جوه بعكس الاشاره، بس مكانها تيجي ورا السين اس 2، يبقى 2 س اس 2 موجب تبقى ناقص س ناقص 6 يبقى ورا بيساوي ايه؟ صفر. بس ده تحليل ايه؟ غير بسيط. تحليل غير بسيط ليه؟ عشان في 2 هنا. هناخد الاثنين دي نضربها ورا في دي، يبقى اتفضل لي ايه؟ س اس 2 ناقص س 2 في 6 ب 12، يبقى ناقص كام؟ 12 بيساوي صفر. هنحلل س اس 2 س وس، عايزين عددين حاصل ضربهم 12 والفرق بينهم 1 اللي هم كام؟ 3 و4. مين الكبير؟ تاخد اشاره اللي في النص سالب. سالب في سالب بموجب، مش مشكله؟ بس احنا في حاجه ناسيينها، ايه هي؟ مش دي 2؟ يبقى المفروض نقسم هنا على 2 وهنا على 2. 3 على 2 ما تنفعش. هنا بقى لا، ما توديش الاثنين هنا في المعادلات، ما توديش الاثنين هنا. ليه ما وديش؟ لان انا لما اقسم الصفحه نصين المفروض ان انا هيبقى عندي مثلا، انا لو كنت وديتها هنا كنت هقول 2 س زائد 3 بتساوي صفر، صح؟ هودي التلاتة هتبقى 2 س بتساوي سالب 3. طب هنا في س، هقسم هنا على الاثنين وهنا على الاثنين، مين تروح مع الاثنين. الخطوه دي زياده قوي عليا، طب بدل ما اعملها اعمل ايه؟ ما اوديش الاثنين الناحيه الثانيه، لا انا اسيبها زي ما هي. ليه بقى؟ اقول لك. هتنزل س، يبقى الحركه دي في المعادلات تسيبها زي ما هي. 4 على 2 فيها 2، يبقى س ناقص 2 بيساوي صفر. هتقسم الصفحه، هتقول س بتساوي على طول بقى، مش هتعمل القصه الحزينه دي. موجب 3 هتقول ايه؟ سالب 3 على 2 على طول. بدل ما نقسم، بدل ما نضرب، بدل ما نعمل حاجه. في مشكله؟ طب هنا س بتساوي كام؟ 2. هو قال لي العدد ده موجب ولا سالب؟ يبقى العدد هو 2. خلصت. في مشكله؟ فهمتوا التكه فين؟ في اي مشكله؟ طيب مثال المستطيل ده مثال مهم برضه. بيقول لي مستطيل يزيد طوله يزيد عن عرضه بمقدار 4 سم. تعالوا نحله هنا كده.
ركز معايا. بيقول لي مستطيل يزيد طوله بيزيد عن عرضه بمقدار كام؟ 4. سؤال، هو المستطيل هنا مين الكبير؟ الطول ولا العرض؟ مين الصغير؟ افهم كويس، بيقول لك الطول يزيد عن العرض. مين الصغير؟ مين الصغير؟ يبقى ده اللي تفرضه الاول، يبقى العرض نفرضه ايه؟ س. يبقى انا باخد الصغير افرضه الاول، باخد الصغير افرضه الاول، يبقى فرضت ان العرض ايه؟ س. تمام؟ طيب الطول بقى ماله؟ قال لك الطول ازيد منه بكام؟ ب4. يبقى الطول بيساوي ايه؟ ازيد منه ب4، يبقى س زائد 4. في مشكله؟ لحد هنا في حد مش فاهم؟ طيب مساحته 45، المساحه تساوي 45. مساحه المستطيل الطول في العرض، يبقى المفروض هضرب السين في السين زائد 4، يعني حاصل ضربهم، يبقى س في س زائد 4. طب حطيت دي بين قوسين ليه؟ قلت لك طالما مقدار لازم تحطه بين قوسين، مقدار مكون من كذا حد يعني. 45 دخلها لهم جوه بعكس، ولا خليها دلوقتي عشان خاطر نبقوا فاهمين بنعملوا ايه. فيها اي صعوبه؟ يلا س في س، س في 4 يبقى موجب 4 ايه؟ س. 45 تخش جوه بعكس الاشاره تبقى ناقص 45 بتساوي 0. هنحلل ديت، لما احللها هتبقى ايه؟ نفتح قوسين زي بعض، س أس 2 س وس. عايزين عددين حاصل ضربهم 45 والفرق بينهم 4. 5 في 9. تمام. مين الكبير؟ تاخد اشاره اللي هي ايه؟ وموجب في سالب بسالب. في اي صعوبه؟ هنقسم الصفحه، يبقى هنا س بتساوي كام؟ وهنا س بتساوي كام؟ سؤال بقى، هو المستطيل والحاجات اللي فيها هندسه دي في طول او عرض بالسالب؟ يبقى دي مرفوضه، يبقى مسالب دي مرفوضه، لان انا شغال في مستطيل، والمستطيل ده طول وعرض وحاجات من دي، مفيش طول بايه؟ بالسالب، مفيش قياس بالسالب. يبقى س بتساوي كام؟ 5. هي س ال5 دي بتاعت مين؟ مش بتاعت العرض؟ يبقى العرض بيساوي كام؟ الطول ازيد منه بكام؟ يبقى 5 و4 كام؟ 9. في مشكله؟ حد مش فاهم؟ طيب محيط المستطيل الطول زائد لا محيط المستطيل الطول زائد العرض، الطول زائد العرض بين قوسين في 2. يعني المحيط الجميل هيبقى ايه؟ الطول زائد العرض بين قوسين في 2. الطول اللي هو كام؟ قلنا 5 زائد 9، 5 و9 14 في 2 28 سنتيمتر. حد مش فاهم؟ حد مش فاهم؟ طيب التمارين دي بقى كلها واجب، صفحة 32 كلها واجب.